في غصه في حلق عديد من رموز الزمالك او المسؤولين في نادي الزمالك من شوبير لما راح جاب المستشار تركي آل الشيخ عمل المداخله. خد بس مني، المداخله دي كانت موجعه مؤلمه، خاصه ان المستشار تركي آل الشيخ قال له يا احمد انت اللي طالبني، قال له انا اللي طالبك لاستجلاء الحقيقه. فالزمالك بعت الموافق، كان عاوز يعمل فيها بطل وعنتر ويعمل مجانس. ماشي؟ لا ما فيش يا ابني مجانس، المجانس نفسها راحت فين؟ راحت السعوديه هناك، مضت مع المستشار تركي آل الشيخ ويعمل برنامج في الام بي سي الواد ابراهيم فايق. ماشي، المجانس كلها مشيت، المجانس كلها مشيت. انت جاي بقى تعمل مجانس على ايه؟ يعني عضلات على ايه؟ يعني بتفرق عضلاتك على مين؟ انت المجلس بقت موافقه رسميه. انتوا عارفين السخافه بقى بعد ما ده حصل قال لك ايه؟ في عاداتهم الخاصه يقول لك ايه؟ او في اتصالاتنا الخاصه بيهم يقول لك ايه؟ خلي بالك يا ريس، نعم احنا وافقنا بس جات لنا تعليمات من فوق بوظوا الماتش. يا سلام، فوق دي؟ ها ليه يا عم جالك تعليمات من فوق ليه؟ قال لك الراي العام كان غاضب. والراي العام ما كانش غاضب في نهائي الكاس مثلا؟ هي الدوله المصريه لما بتتحرك بمؤسساتها زي المتحده للاعلام، لما بتتحرك بهذا الكيان العظيم، تتحرك في فعل زي في منافسه زي دي، هتبقى مش واخده كل الموافقات الرسميه؟ والراي العام كان غاضب ليه؟ مساله ان لم يحدث في تاريخ الكره العالميه كلها ان دوري اتنقل من قاره لقاره ماتش. قال لك تكافؤ الفرص، ما حصلش. فالناس لما بحثت والفيفا رفض، خلاص اتقفل الملف. لكن الناس في نادي الزمالك عاوزين لا احنا اللي رفضنا. طب شوبير جاب تركي آل الشيخ، وتركي آل الشيخ قال الحقيقه كامله، وجاب سيف الوزيري وقال الحقيقه كامله، وجاب احمد دياب وقال الحقيقه كامله. يعني ايه؟ هل جرؤ مسؤول في نادي الزمالك انه يقول لا احنا ما بعتناش موافقه؟ ولا يجرؤ. ليه؟ لان هم باعتين موافقه. طب بره بقى نشوش بقى ونضحك على الجمهور ونقول اي اكاذيب واي كلام بالشكل ده. المفاجاه بالنسبه لي ان رئيس الزمالك او رئيس الظل في الزمالك الاستاذ ممدوح عباس عمل تويته انصافا لشوبير وردا على احمد سليمان. قال ايه؟ قال الاعلام الرياضي باغلبيه اقلام كتابه يقفون الان ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد، ولكن ما يعكر الصف ان يخرج البعض قاذفا تلك الاقلام بالاساءه وعدم الحياديه، وهذا لم ولن يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس ادارته، وان هذه النغمه اصبحت سخيفه وغير مقبوله، وعلى من يتبناها ان يخلي مكانه او يلتزم بسياسه الزمالك. يخلي مكانه يعني يستقيل، يقصد احمد سليمان. ده رد من الاستاذ ممدوح عباس على احمد سليمان شخصيا. ليه؟ انا عمري ما غلطت في مجلس الزمالك الموجود، مجلس محترم وشخصيات محترمه وتربطني بعضهم علاقات قويه جدا، غير الكابتن احمد سليمان اللي ممكن يزعل من نقدي، بس دي شغلتي، ده عملي، ده رايي، ده تعليمي، دي تربيتي، ده ثقافتي، فلازم اقول. فلما تيجي بقى في مهنتي تقول لي لا ما تقولش، يعني انت مش هتصرف على البيت. احنا على علاقه صداقه واخوه ومحترمه، مش عايز نعمل شغل كمان ولا نقول ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيجرى. طب ده يا عم رئيس نادي الزمالك السابق، او رئيس الظل كما يقال، او الراجل اللي دفع للزمالك 4 مليون جنيه مكافاه الفوز، والله ما اعرف 4 ولا 5، هم قالوا لي 100,000 لكل لعيب والجهاز الفني والاداري والمدربين وكده، فالمدرب بياخد 200%. ماشي، وكافئ اللعيب. حسين السيد ما اعرفوش على المستوى الشخصي، مفيش علاقه شخصيه بيننا وبين بعض، لكن لما بنتقابل في كل مكان بنسلم على بعض بكل احترام. الراجل ده من زمان انا قلت لكم دفع من جيبه في الفلوس اللي بره، كانت مفاجاه بالنسبه لي. واول مره كانوا بره قالوا لي دفع $50,000. قلت كابتن حسين السيد؟ قالوا لي ده راجل مسطور وعنده شركه معرفش بيسموها ايه، تخليص جمركي وحاجات بالشكل ده كده، يعني شحن ونقل وحاجات كده يعني. شويه وقالوا دفع $300,000، شويه وقالوا دفع $500,000. احترمته. ليه؟ راجل جاي كده. عشان كده هو اللي بيقوم بمساله التعاقدات والحكايه والروايه، واقرب واحد لممدوح عباس ولكابتن حسين لبيب. لكن الفكره ان انا اخلق هذا الجو، ثم يكملها الاستاذ عمرو ادهم، اللي انا بقول عمرو بيه ادهم يطلع يقول لك ايه؟ لحظه يا بيه، لان انا مفاجئ يعني في ذهول من عمرو بيه ادهم، مش عارف ايه التحول اللي حصل له ده. قال لك ايه؟
قال لك كم من لئيم مشى بالزور ينقله لا يتقي الله لا خشيه من العار. قال لك الفتنه نائمه لعن الله ما انقذ. تذكرت هذه المقوله بعد متابعه بعض برامج التحليل لمباراه الزمالك والاهلي. اعلامي يفعل المستحيل لاستدعاء الفتنه واستفزاز اثاره مشاعر الجماهير. ايه الغلط في ده؟ ايه الاستفزاز للجمهور في ده؟ ايه المشكله ان انا اجيب حد يقول ان الكره مش ضربه جزاء، او ان الكره ضربه جزاء، او الكره او الجون الثاني فاول؟ طب ما جيت طلع احمد الشناوي قال لا الجون سليم، وطلع كابتن توفيق السيد قال لا الجون باطل. ايه القضيه يعني؟ المباراه انتهت. هو انت عاوز كل الناس تمسك لك الدرابوكه وتقول لك ده فنيا الناس بتكلم؟ ليه الناس ما اختلفتش على ان كان كريم ندفيد يستحق الانذار الثاني؟ ما احنا قلنا يستحق الانذار الثاني. ايه القضيه يعني؟ الفكره يا جماعه ما يبقاش الفتنه في تصرفات المسؤول مش الجمهور. الاعلام من حقه استجلاء كل وجهات النظر. طب اقول لك على حاجه، قريت حاجه لابراهيم عبد الجواد فهمت منها ان هو ان في غرامه جت على نادي الزمالك، ماشي، اللي بخصوص خالد بوطيب. تواصلت مع الاستاذ وليد العطار بالاسم اهو، قلت له يا وليد جالك جواب ان في غرامه وقعت على نادي الزمالك بخصوص خالد بوطيب؟ قال لي والله ما جالي جوابات، احنا الخميس ويوم عمل وانا لسه مراجع الميل وما جاليش جوابات. قلت له امال ايه الموضوع؟ قال لي في غرامه متوقعه والزمالك هيلجا للفدراليه، لكن لسه ما فيش جواب جالي نهائي ملزم سواء بايقاف قيد الزمالك او بضروره الدفع. 2 مليون و400 الف. يعني انت بتتكلم في 150 مليون جنيه. 150 مليون جنيه، لا 125 مليون جنيه، ماشي. او الدولارات، خلي بالك بس من حاجه، الدولارات اللي دفعها النادي الاهلي مصري، غرامه الكهرباء المصري اتحولوا الدولار والناس قاعده من بعض البنوك ومن بعض شخصيات زملكاويه بارزه، كل واحد حول مبلغ وبسعر البنك اللي هو كان 30 جنيه اللي دفع بيه كهرباء، ماشي. فعاوز اقول ان مفيش حد ضد الزمالك ولا ازمه ضد الزمالك، ويجب ان يتعقل الجميع في هذا الامر. طيب انا قلت لك، ما قلتلكش ان جوميز وشيكابالا اتصالحوا خلاص والحمد لله، والعلاقه بقى كويسه امبارح، وعمل المصالحه ديت عبد الواحد السيد، جابهم وصالحهم على بعض وكده وبتاع، لان قال لك شيكابالا كان بيتدلع قبل القمه، بيغيب عن التدريبات وجاي قبل المباراه بيومين وعمل تدريبه كويسه. قال له لا يا جماعه، ده قال لهم كان عندي برد، قال لك لا خلاص يا عم خليه بقى مش معانا وكلام بالشكل ده، فصالحهم وكده وبتاع. هي بس الفكره دلوقتي ان الاهلي، الزمالك اتوافق له يوم الاحد على 30,000 مشجع. الاهلي طلب من وزير الشباب الساعه الكامله امام مازيمبي، الساعه الكامله، حد ادنى يبقى 30,000. نتمنى ان توافق مؤسسات الدوله المصريه على الساعه الكامله للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه. والاهم من كل ذلك، يجب ان يتعقل الاعضاء المسؤولين في مجلس اداره الزمالك. يعني انا فوجئت كمان ان اللي بره سخنان، عمرو الجناين سخنان زاد عن لازم. انا بقدر الحرمان ومع فرحه الزمالك الطغال ان بقى له 21 سنه ما كسبش الا في الدور الاول. ما والله يعني حرام، انا فرحت لهم والله عادي يعني، لكن عمرو الجنايني كل شويه اسهال تويتات. ماشي. محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال لي مش ممكن يا عموره كل يوم بوست اروع من اللي قبله، خف عشان صحتك، اصلها بالبطولات مش بالماتشات. هو ده اصل الكلام. يعني انت كسبت ماتش عادي، رب دار والله، وانا متفائل خير بهزيمه الاهلي في هذه المباراه، زي بالظبط